طبعا من النظرة الأولى أول ما تشوف الشخص اللي قدامك ده هتقول ده أكيد مجنون أو متشرد أو واحد من الناس اللي بتنام في الشارع. بس الحكاية يا سيدي غير كده خالص. أنت تعرف إن اللي قدامك في الصورة ده أشهر طبيب عراقي وأشهر جراح عراقي، بس ده كان. طب إيه اللي وصله للمرحلة دي؟ وإزاي من طبيب مشهور وطبيب جراح مشهور في العراق إن هو يوصل للحال كده ويوصل حاله زي ما انت شايف في الصورة كده؟ القصة وما فيها بتتلخص في كلمتين اتنين، بس الأول كده تصلي على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامك في الصورة ده اسمه الدكتور مهدي. الدكتور مهدي كان من أشهر الأطباء في العراق وكان تخصصه تخصص جراحة. الدكتور مهدي كان وحيد والدته، كانت حياته كلها أمه، كان بيحب أمه جدا، كان بيعمل كل حاجة عشان بس يرضيها ويجبر بخاطرها. الدكتور مهدي مرة كده والدته جت وتعبت وكانت محتاجة ان هي تعمل عملية. الكلام ده كانت سنة 1995. المهم قرر الدكتور مهدي بصفته بقى طبيب جراح ان هو اللي يعمل لوالدته العملية، وفعلا دخل وجهز أوضة العمليات. وهو بيعمل لوالدته العملية فاضت روحها لبريئها، توفت والدته وهو بيعمل لها العملية. ساعتها اتصدم وجات له حالة من الصدمة وجات له حالة زي ما انت شايف كده. فضل ماشي في الشوارع ما كانش مصدق ان حياته راحت منه، كان معتقد ان هو السبب وان هو اللي موتها، ولكن ده قدرها والاقدار كلها بايد ربنا سبحانه وتعالى. اتعقد من حياته واتعقد من الدنيا واتعقد من الشغلانة وفضل ماشي هيمان في الشوارع ووصل به الحال زي ما انت شايفه في الصورة كده. المهم لما امريكا دخلت العراق شافوه وراحوا عشان يسألوا اهل الحي هو مين ده، وخصوصا لان الدكتور مهدي كان بيتكلم لغات كتير. فكان في المنطقة او في الحي اللي هو فيه كان ملك جدران بالانجليزي I love you مام، وبالعربي انا بحبك يا امي وسامحيني يا امي. المهم راح الامريكان سألوا اهل الحي عن حالته وبدأوا يحكي لهم القصة ويقولوا لهم ان هو حصل له كذا 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 وكان بيعمل لوالدته عملية وده كان دكتور مشهور. جات الامريكان تاخده كذا مرة عشان تعالجه وترجعه لشغلته وترجعه للطب بتاعه، بس كان بيهرب دايما منهم وكان رافض تماما ووصل به الحال زي ما انت شايف كده. بس انا عايز اقول لك بقى اي درجة من الاخلاص في الحب وصل الدكتور مهدي ان هو يحب والدته بالدرجة دي. ايه هي درجة الحب والوفاء والبر؟ ان هو بيعمل لها عملية ماتت نسى كل حاجة ونسى حياته ووصلت به المرحلة لكده وبقى متعقد من حياته، ترك شغلانته وترك الدنيا وبقى ماشي في الشوارع. هو في حب للدرجة دي؟ ايوه فيه، وفي اكتر من كده كمان. هو في بر للدرجة دي؟ ايوه فيه، وفي اكتر من كده كمان. انا عايز بقى اللي مقاطع والدته واللي مخاصم امه مثلا عشان خاطر مراته واللي طارد امه في الشارع والله وبيحصل، بعد ما يشوف فيديو زي ده ويشوف ان واحد كان في مكانة عالية من اشهر الاطباء في العراق ويوصل به الحل كده عشان خاطر والدته، حالك ايه وشعورك ايه دلوقتي؟ حالك ايه وشعورك ايه وانت رامي والدتك؟ حالك ايه وشعورك ايه وانت ما بتصرفش على امك وسايبها تمد ايدها شمال في يمين للناس؟ حالك ايه وانت طارق والدتك؟ حالك ايه بعد ما تشوف الفيديو ده وتشوف الشخصية دي؟ وكمان شخصيات اكتر من كده كان عندهم وفاء وبر لوالديهم كبير جدا جدا جدا. وسبحان الله يا اخي اما بشوف القصص اللي زي الدكتور مهدي وقصص البر الجميلة بستغرب قوي من الناس اللي انا قلت لك عليهم، بستغرب قوي من واحد طارق والدته، بستغرب قوي من واحد مقاطع والدته عشان خاطر زوجته، بستغرب قوي من واحد ما بيصرفش على والدته ولا بيعبرها، بستغرب وبقول يا سبحان الله، ربنا يهديهم جميعا يا رب العالمين. فيا ريت يا جماعه فضلا وليس امرا اعملوا بس شير للفيديو دوت، يمكن حد من الناس دي يشوفه ويعرف ان قمه البر وقمه الوفاء ويروح يصالح والدته ويعرف ان والدته ديت هي الحب الاول والاخير في حياته، هو الحب الحقيقي في حياتك هي امك وابوك. فيا ريت يا جماعه ندعي لوالدته بالرحمه وندعي له ان ربنا يشفيه ويرجع عن اللي هو فيه ويرجع لشغلته ويرجع لطبيعته. اللهم امين يا رب العالمين، واشوفك في فيديو جديد.